الزمالك كسب 2-0 عشان بتروجيت استهتر بيه، عشان سيد عيد هو مدرب كبير على فكرة يا جماعة، والراجل ده ملك الدرجة التانية. أي فرقة بيمسكها في الدرجة التانية بيصعد بيها ممتاز على طول. صعد بتلات أربع فرق، البلدية والنصر وبتروجيت، وراجل مخضرم من زمان يعني. لكن هو النهاردة استهتر بالزمالك. تخيل بتروجيت استهتر بالزمالك وكان بيلعب بطريقة غريبة قوي، كان فاتح الخطوط جدا وكان بيضغط من أول ملعب، من عند ال 18 بتاعت الزمالك وهو بيطلع بالكوره. فالزمالك لقى الموضوع سهل قوي، بيوصل بسهوله قوي، الخطوط كلها مفتوحه. فالموضوع مش الدرجه دي برضه، الزمالك مش ضايع لدرجه ان هو لما الفرقه تضغط عليه زي بتروجيت من 18 مش هيعرف يطلع. لا، طلع وجاب جونين في اول نص ساعه وخلاص بقى نام. فاعتقد ان سيد عيد تاثر بالاعلام يعني في النقطه دي، ان هو بقى الزمالك مستباح والزمالك سهل، والزمالك اي فرقه ممكن تكسبه وي 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 وي. وده مش غلط، ولكن مش للدرجه دي. هو يعني النغمه دي كانت قائمه وحتى بتتقال من الزملكاويه على اساس ان هو الفروق والجاب بين سكواد الزمالك وسكواد مثلا اهلي وبيراميدز بقى كبير قوي. بل ان في 3 4 فرق في الدوري سكوادهم اقوى من الزمالك، زي مثلا المصري، زي سيراميكا، زي حتى البنك وزد، او نقدر نقول البنك وزد سكوادهم قريب قوي من الزمالك. لكن مش بتروجيت، مع احترامي الشديد يعني. حتى بتروجيت كل الانتقالات بتبيع اللعيب الجامد بتاعها. احمد رضا يظهر يتباع، حامد حمدان يظهر يتباع، هادي رياض يظهر يتباع. فهو دايما بيبيعوا اللعيب الجامد اللي عندهم. فعمره ما هيكمل جامد يعني. هو نادي واضح ان هو استثماري، بيبحث اي لعيب جامد يتباع ويجيب فلوسه وهكذا ونطلع، وده مش غلط يعني. ولكن انت كده مش هتبقى عمرك هتبقى فرقه بتنافس يعني، او حتى موجود في الصداره. فتحيه لمعتمد جمال اللي احنا معتمدين على ربنا وعليه والدنيا ماشيه. معتمد جمال كل ما نعتمد عليه الراجل ما بيخيش يا جماعه. السنه اللي قبل اللي فاتت مسك في الفتره لو فاكرين بين اوسوريو وبين جوميز، ما خسرش ولا ماتش. لعب الفتره بتاعت المجموعات بتاعت الكونفدراليه، كان واخد العلامه الكامله، او كان باين كسب 5 ماتشات عادل ماتش حاجه كده، وكان ماشي كويس قوي. وكان برضو الزمالك بيعرج قوي يعني زي النهارده. انا مش حاسس فيه اسوء من النهارده يعني، او الفتره دي. فالراجل مسك بقاله 3 ماتشات ما خسرش. لعب المصري مرتين، مره في الرابطه ومره في الدوري الكونفدراليه، ما خسرش. مره تعادل ومره كسب. والنهارده في الدوري اول ماتش بيلعبه ضد متروجيت بيكسب. ولك ان تتخيل عزيزي المشاهد ان الزمالك ما دخلش فيه ولا جون مع معتمد جمال، كلين شيت. ولك ان تتخيل عزيزي المشاهد ان الزمالك والاهلي فرق بينهم بونت واحد لصالح الاهلي. بعد كل ده، بعد الفروقات دي كلها، وبعد الدنيا دي كلها، وبعد التريقه دي كلها، الاهلي فرق عن الزمالك ببونت.